مين يصدق إنك ممكن تقابل حد كان عايش في الماضي وتقعد معاه وتردشوا سوا كده، اللي كان في الخيال بقى حقيقة. ومش بس كده، ده انت مطلوب منك تساعد في حاجات حصلت في الماضي عشان تفضل موجودة في المستقبل زي ما هي وما تتغيرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قصتنا الفرعون الحديث الجزء الرابع، بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الأوضة كلها أبيض فأبيض في مكان كبير ومعقم. نايم العالم الجليل الدكتور مسعود على السرير، وشه باين عليه التعب والإرهاق والخوف في نفس الوقت. بيفتح عينه بالراحة بيلاقي الناس كلها متجمعة حواليه وبتقول له الحمد لله على سلامتك يا دكتور. إيه ده؟ أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ الحمد لله على سلامتك يا دكتور، إحنا لقينا حضرتك مغمى عليك في المقبرة الفرعونية اللي حضرتك اكتشفتها. الحمد لله إن إحنا لحقنا حضرتك وإنك قمت بالسلامة، بس إيه اللي وداك هناك بس يا دكتور متأخر في ساعة زي دي؟ مقبرة إيه؟ صح، فهمي. هو فين؟ فهمي مين يا دكتور؟ فهمي اللي كان معايا، أنا كان معايا حد في المقبرة دي. لا يا دكتور، ما كانش حد معاك، إحنا لقينا حضرتك هناك لوحدك. يعني إيه؟ يعني أنا كنت بحلم ولا إيه؟ بيفوق الدكتور من الغيبوبة وهو في حالة ذهول، مش عارف هو كان حلم ولا إيه اللي حصل له، وبيروح البيت وهو مش فاهم حاجة وبيفكر كتير في اللي حصل. هل هو حقيقي ولا كان ده حلم؟ أكيد حلم، مش معقولة يعني حد من الماضي هيجيلنا المستقبل. إيه الهبل ده؟ لا مش حلم يا دكتور، أنا باموس، وبعد إذنك تسمعني قبل ما يغمى عليك تاني. بيبدأ الدكتور يستوعب إن الموضوع حقيقي وإنه مش مجرد حلم أو خيال، وإنه فعلا لازم يتقبل الأمر الواقع. بيبدأ يسمع الدكتور عن اللي بيقوله باموس، والموضوع أكبر من إنه يستوعبه على إنه حقيقي، بس ما عندوش حل تاني غير إنه يسمع ويتقبل كل كلمة بتتقال. الدكتور استوعب الكلام كويس جدا وما كانش مصدق نفسه إن الحضارة الفرعونية كانت متطورة أكتر ما كنا نتخيل، ده أكتر مننا بمراحل كمان. ومع ذلك كل ده ما وصلش لينا احنا من اختراعات وتطور تكنولوجي. ده سببه ايه؟ يمكن الحروب اللي كانت على مر العصور، يمكن اختفت كل حاجة بسبب محاولة الأعداء للتخلص من الحضارة الفرعونية. الدكتور شغله أسئلة كتير جدا، بس في الآخر قال مش مهم الأسئلة دي دلوقتي، المهم أقدر أساعدكم نحافظ على الحضارة في زمانكم عشان ما تأثرش في زماننا، ومن عارف يمكن نقدر نحافظ على التطور التكنولوجي ده ويوصل لنا بسهولة احنا كمان. باموس طلب من الدكتور السرية التامة للموضوع، وطلب منه مكان يقدروا يتجمعوا فيه بسهولة عشان يقدروا يكملوا باقي السلاح ويصنعوه. ولكن عقل الدكتور مهما كان من زي عقولهم، هم أكتر تطور، ومهما كان فالدكتور برضه لسه ما وصلش للي هم وصلوه. ولكن بما إن الدكتور من نسل الفراعنة فالموضوع هيبقى متقارب. بيروحوا لمكان مهجور في الصحراء محدش يعرف عنه حاجة، وبيجمع الدكتور عمال كتيرة عشان يقدروا يساعدوهم في الحاجات اللي محتاجة عمالة. باموس بيدي الدكتور حبة من حبوب تنشيط الدماغ، بياخدها الدكتور وبيحس فعلا انه شخص اخر بعد ما دماغه يعتبر اشتغلت بنسبة 100%، حاجة فوق الوصف. الدكتور ساعتها حس انه ممكن يسوق العالم، بس ما عملش كده الحقيقة. وابتدوا فعلا في مهمتهم انهم يصنعوا السلاح اللي يقدروا بيه يحافظوا على الحضارة الفرعونية. ولكن الموضوع مش بالبساطة دي. بعد ما لقوا مكان وقدروا يجمعوا الناس عشان السلاح، بس في جزئية فاتت عليهم، إن تكوينات السلاح مش شرط تبقى موجودة في المستقبل، وخصوصا إن ده عالم يعتبر مختلف عنهم، يعني الموارد اللي محتاجينها ممكن أصلا ما يلاقوهاش. وده اللي اكتشفوه فعلا لما السلاح كان محتاج مكون أساسي اسمه ريز. الريز يعتبر مادة خام بتدخل في صناعات كتيرة ومهمة جدا في كل الصناعات الفرعونية. افتكر باموس إن الريز متوفر وبسهولة، بس الحقيقة لأ، المصريين أصلا ما يعرفوش عنه حاجة. قعد باموس وهو بيفكر إزاي يقدر يحصل على الريز ده. ما قدموش غير حل واحد، إنه يرجع بالزمن ويجيبه معاه. بس إزاي هيقدر يخش البوابة وهي أصلا ما بتفتحش غير مرة في السنة؟ والفتحة الجاية لازم نخشها وإحنا معانا السلاح، مش رايحين نجيب حاجة وراجعين. قعد باموس يفكر كتير جدا وفعلا بيلاقي الحل. افتكر إن عنصر الريز مهم جدا عندهم، لدرجة إن كل حاجة بتتعمل منه حرفيا. ولما حد من الملوك العظام بيموت بيحط معاه كمية كبيرة من الريز بيتدفن معاه. فاقترح للدكتور الفكرة دي، وهي انهم يروحوا مقبرة فرعونية ويدوروا فيها على الريز، واكيد هيلاقوها هناك. استغرب الدكتور من المادة دي لانه عمره ما سمع عنها قبل كده، ولكن الدكتور قال له ان الموضوع مش سهل، ان احنا ناخد حاجة من المقبرة. ما تخافش يا دكتور، انا بقدر افك اي لعنة ممكن تحصل. انا مش بتكلم على اللعنة، انا بتكلم عن البوليس اللي هيكبسوا علينا لو خدنا حاجة. الموضوع ما كانش سهل خالص، لازم بكل هدوء يروحوا المقبرة اللي تحت حماية الشرطة ووزارة الآثار ويدوروا فيها على الريز اللي هيستخدموه في صنع السلاح.
يا ترى ايه اللي مستنيهم بعد كده؟ ده اللي هتعرفوه في الجزء الخامس. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتك القصة دوس لايك واشترك في القناة، واشوفكم في قصة جديدة. سلام.